انا ايه حكايه دكتور مصطفى بكري دي النهارده؟ مش عارفه دي بقى بص خير ولا ايه؟ قريب ان شاء الله. استاذ مصطفى، مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء الخير. ايه موضوع الدكتور مصطفى دي اللي انا ماسكاها النهارده؟ والله انت شغلت البلد كلها ده كده. بس مش مستشارين. عقبالك ما تاخد الدكتوراه. المهم انهم مش مستشارين. بس اللي انت بتعمله يا استاذ مصطفى اهم كتير من الدكتوراه. ربنا يخليك. ايه بقى انت زعلان ليه من زياره اوباما ومقدم طلب احاطه بتقول انها اهانه للشعب المصري؟ والله انا مش زعلان من الزياره، اولا يعني الزياره في حد ذاتها هي زياره بالتاكيد بتكشف عن نوايا حسنه ومعقوله ورغبه في المصالحه الى حد كبير ايضا معقوله، لكن زي ما انت عارف النوايا وحدها لا تكفي. كويس. اوباما الكلام الجميل ده اللي وظف فيه احلى العبارات وبلاغه اللغه ووظف ايضا ايات من القران الكريم لا يجعلنا باي حال من الاحوال نقول ان المسائل خلاص ان قضايانا اتحلت. هو واضح ومحدد. يعني انظر عندما تحدث عن الهولوكوست كان يبالغ في الحديث عن الهولوكوست، لكنه في المقابل لم يتحدث عن غزه وهولوكوست غزه ايضا الذي ارتكبت فيه الجريمه. ما اعتذرش الشعب العراق، قال ان العلاقه بين امريكا واسرائيل دي علاقه غير قابله للكسر، واي حد يتصور تغيير هذه الرابطه يبقى شخص واهم. اتكلم عن التنميه الاقتصاديه بمنطق مشروع الشرق الاوسط الكبير اللي طرحه قبل كده كولين باول سنه 2004. استاذ مصطفى، تحدث على اقباط كانهم اقليه في قلب مصر، تحدث بشكل غير مباشر. استاذ مصطفى، بس انا عايز اقول لك احنا حللنا الخطاب امبارح، انا بس كنت بناقشك في عباره وردت على لسانك ان انت اعتبرت ان هذه الزياره اهانه لمصر. لا، الاجراءات التي رافقت الزياره تعد اهانه للشعب المصري. اللي هي زي ايه؟ بمعنى انا سافرت مع الرئيس قبل كده، رحنا موسكو مثلا والصين، كان الرئيس ماشي بعربيته وسط العربيات، لما يجي بس عند مفارق بيوقفوا البتاع وما حصلش حاجه، وده رئيس جمهوريه مصر العربيه. انت شفت النافوره؟ لسه كنت هقول. شفت النافوره من شويه اللي قدام مسجد السلطان حسن، والولاد الصغيرين نازلين قلعين ويعني بيستحموا فيها. يعني الصوره دي هل كان ممكن يتصور انها تتنقل عبر الاقمار الاصطناعيه لكل دول العالم؟ لا، يعني هي المسائل ما كانتش هتوصل للدرجه دي، بس لما تغير مرور في شوارع وتجبر الناس على قفل بيوتها وتتحول مصر في يوم وكانها تعيش حظر التجول، هذا امر مرفوض. لما ناس تاخد، يعني هل يعقل ان زوجة اوباما ترفض المجيء الى القاهره لان اولادها بيمتحنوا في الولايات المتحده واحنا نمنع اولادنا من الامتحانات في هذا اليوم؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه يا دكتور. في طلبه من اللي كان عندهم امتحانات برضه دكتور مفيش فايده. استاذ مصطفى، في طلبه كان عندهم امتحانات امبارح في الجامعه وفرحوا انهم خدوا يومين اجازه وخدوا فرصه يكملوا مذاكره. لا 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 لا، هذا ليس منطق. في طلبه برضه كانوا حاجزين في القطر ومسافرين بلادهم في الصعيد وانت ضيعت عليهم حجز القطر. طب ايه حكايه ال 100 مليون دي يا استاذ مصطفى؟ نعم، ايه حكايه ال 100 مليون اللي تم تكليفها دي؟ او على ان انا اقول لك المصاريف بس اللي صرفت في جامعه القاهره توازي حوالي 25 مليون فيما يتعلق بكله من الرص الغير. بس الشكل النهائي يا استاذ مصطفى يا اخي، انا عارف انت صعيدي راجل كريم يا اخي، عارف انت صعيدي راجل كريم. كان يجي حلوان في المناطق العشوائيه هناك المره الجايه. بالظبط المره الجايه. يعني الجامعه كانت محظوظه امبارح. يعني احنا كنا نتمنى برضو انه يعني طبعا يعني ميدان جامعه القاهره هو اصلا ميدان نظيف، يعني ما هوش. طب انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ مصطفى، مش عارف توافقني ولا لا بعد اذنك. انا كنت امبارح بقول لهناء ان احنا لو حسبنا الدعايه السياحيه اللي اتعملت لمصر في وسط الازمه دي كلها، كل تلفزيونات العالم وكل الناس في العالم قاعدين بيتفرجوا وبيشوفوا ده ويشوفوا الاهرامات ويشوفوا ابو الهول ومنظر المسجد. تتخيل كان ممكن يتم ندفع قد ايه بحيث ان احنا نعمل عمليات ترويج سياحي بدل البكيني والرقصات ولا